وسمعوا لي هذا الفيديو وراسي تنفخ انا التبورش و14 واحد تكرفوا على دري عنده 13 عام والتبورش انا بعدا تسدات لي الشهيه اليوم ما غاديش نتعشى. سمعوا الفيديو كيمرض والله الا كيمرض. سمعوا الفيديو. قبل مع المسيره خرجت الام ديالو كتغوت علينا تعالى تعالى دخلنا عند الدار. انا الاول دخلت عندها شوف هذا مالو راه مقلوب جنب الدري ما كاينش هنا فهمتي. كنت كنسول فيه كنسقسي فيه عطايا شي تهم شي دراري ولاد الدرمان كان معاهم في مولاي عبد الله يلاه جا هربان ليهم مالك البشير كانوا كيعطوني الفانيد وكنضل غير النعاس فيا العراق نطيحوا النور. لقيتهم حصلت شحال من واحد قال له انه كيمارس عليه الجنس تقريبا هما واحد جوج من قال لك شي جوج من سيدي بنور وشي 5 منهم من اليوسفيه وشي جوج ولاد سيدي احمد. هادشي اللي كيعاود فيه الدري والطريقه ديالته كيفاش وشنو كان واقع ليه داكشي مأساة لا اله الا الله وصافي. شي فاحشه خايبه هذا هو اللي كاين. الدري كان في واحد الحاله خايبه وكينعس غير جن ما نعس على الباسان ديالو ما كيجلسش عليها مسكين. راه دابا كشتي الحاله ديالو في السبيطار هنايا نعس غير جن. المنسق اللجنه المحليه للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان دخلنا باسم الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان طفل قاصر كيتعرض للاغتصاب بتناوب ازيد من 14 وحش ادمي بموسم مولاي عبد الله. على حسب التصريحات ديال هذا الطفل اللي كيبلغ من 13 عام كيقول بانه تعرض لاغتصاب جماعي 14 شخص وما يزيد خلال موسم مولاي عبد الله. ومشى عند الدرك الملكي ديال مولاي عبد الله وجاو لعين المكان وقالوا لي سير بحالك حتى شي اجراء ما اتخذ. حنا كجمعيه مغربيه لحقوق الانسان كنطالبوا من الجهات المعنيه باش تدخل وكذلك كنطالبوا من المستشفى الاقليمي باش يعالج هذا الوليد لان الوضعيه ديالو الصحيه الان حاله حرجه وحتى النفسيه ديالو جد حرجه.